بكره احنا على موعد مع التاريخ، على موعد مع كتابه التاريخ لجيل الكل راهن على فشله، من اعلاميين لناس منتمين للزمالك لكل الناس اللي موجوده راهنوا على فشل الجيل ده، وقالوا احتمال حتى ما يتاهلوش افريقيا السنه الجايه ولا حاجه. جيل بالصعب بيقويه، كل ايقاف قيد وكل مشكله بتحصل في النادي وكل اي حاجه وحشه بتحصل بتقوي الجيل ده اكتر من الاول. جيل وصل بينا لحال دلوقتي اللي احنا الفريق الوحيد المصري الممثل لمصر في بطولات قاريه وبنلعب النهائي والعوده على ارضنا بكره، واحنا اول الدوري كمان وان شاء الله الدوري بتاعنا وعلى بعد خطوه، عايزين نقطه وناخد الدوري. بس ما علينا من الدوري خالص وما علينا من اي حاجه. اللعيبه دي اثبتت ان هي لعيبه رجاله. جمهور الزمالك الوحيد ومش كله علشان نقول الحق، هو الوحيد اللي كان مصدق في اللعيبه دي، وكان مصدق ان هم يقدروا يعملوا حاجه ويعملوا انجاز، مصدق ان هم يقدروا ياخدوا بطولات في ظل الظروف القاسيه والحاجات دي، من ايقافات قيد لمفيش فلوس للمجلس لمدربين بيتغيروا، لاهم 2 لعيبه عندك في الفرقه اللي دمروا نص ملعبك بتمشيهم علشان تعرف تصرف على باقي اللعيبه، وفي الاخر انت اول الدوري وانت في نهايه الكونفدراليه. وطلب منك بكره ان انت تكسب عشان تحط صباعك في عين ادخل تخين موجود في مصر وتقول له لا انا فريق بطل، انا فريق قادر اعمل اي حاجه في ظل الظروف الصعبه. لا ده انا بالعكس، الظروف الصعبه بتقويني، بتخليني احسن واقوى بكتير من اي وقت تاني. الزمالك بكره داخل الماتش بعد خساره في الذهاب 1-0 في ماتش الزمالك كان يطلع منه كسبان 2-3 بكل بساطه وبكل سهوله والله. ماتش الزمالك كان قادر لو واحد تاني غير شيكو بنزا وليكن خوان بزيرا، او لو كان شيكو بنزا ذات نفسه موفق كان زمانه جايب له جولين اقل حاجه في الماتش ده. زيك بكره داخل علشان جمهوره اللي هيجي بالالاف حواليه والملايين بره الاستاد. جمهور بكره هيبقى عليه دور كبير قوي اكتر من اللاعيبه، بس ما علينا من الجمهور لان جمهور الزمالك معروف بمواقفه القويه ومواقفه التاريخيه مع النادي، وان هو ما بيصدقش في اي حاجه، ما بيصدقش ان الزمالك هيقع، هو مصدق دايما ومؤمن دايما ان الزمالك بطل وهيفضل بطل. ان شاء الله بكره اللعيبه عليها حمل كبير جدا، انا عارف ان اللعيبه هتبقى عليها حمل كبير، اللعيبه هتبقى الدنيا معاها مش احسن حاجه، اللعيبه هتبقى الدنيا معاها صعبه يعني بصراحه. يعني لعيبه اتحاد العاصمه مش تبقى اسوأ من ماتش الذهاب مهما حصل. ماتش الذهاب كان مصيبه، ماتش الذهاب لعيبه اتحاد العاصمه ما كانتش موجوده بسبب ضغط الجمهور وان لقاء الذهاب على ارضهم هم المطالبين بالتسجيل الاول وي 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 وحاجات كتير قوي. الضغط كله اتنقل لك انت كزملكاوي، كلاعب في نادي الزمالك الضغط كله اتنقل لك انت بس. فانت مطالب بايه دلوقتي؟ انت مطالب كلاعب نادي الزمالك اللي انت تحاول تفصل عن الضغط. كابتن معتمد جمال مطالب ان هو نفسيا يهيئ اللعيبه، زمانه هيئهم الفتره اللي فاتت وبالذات النهارده وبكره قبل الماتش. خليهم يركزوا على الملعب فقط، الضغوط نحاول نشيلها من عليهم باي شكل. دي اهم حاجه في ماتش بكره، لان لعيبه اتحاد العاصمه هم اللي جايين المره دي مرتاحين وانت اللي مضغوط. انت اللي عليك تسجل اول تعادل وبعدين جون تاني وجون تالت عشان الاطمئنان، لان في حاله ان هم يجيبوا فيك جول لا قدر الله انت مطالب تجيب 3 عشان تكسب، وده هتبقى صعوبه الدنيا اكتر. لعيبه اتحاد العاصمه جايه مش مضغوطه، انت اللي مضغوط دلوقتي، انت اللي الدنيا كلها فوق دماغك، انت مطالب ان انت تجيب جول في اول ربع ساعه هتريح الدنيا خالص. وان شاء الله ده اللي يحصل، ان شاء الله الزمالك حتى يطلع الشوط الاولاني كسبان 2-0 مثلا ولا اي حاجه. ده توقعي ان شاء الله. ان شاء الله بكره هتخلص 3-4 للزمالك لو سجل في اول ربع ساعه، لان التسجيل ده اهم حاجه في الدنيا خالص. الزمالك في اول ربع ساعه اللي الفرقه الثانيه خلاص دفاعها هيتفك، هيبداوا يهاجموا شويه وانت عندك شيكو بنزا وقوم بزيرا قدام. فاهم حاجه لازم نتكلم عنها في الاول وهي تشكيل الزمالك بكره اللي هيبقى عليه كلام كتير قوي. تشكيل الزمالك بكره ان شاء الله هيبقى المهدي سليمان في حراسه المرمى، قلبين دفاع هيبقى الونش وحسام، للاسف حسام، على اليمين محمد اسماعيل، على الشمال احمد فتوح، لان بنتايج اللي مش عارف اعصابه مالها وسايبه لا على طول كده اتطرد الماتش اللي فات، وهو واحد من اهم لعيبه الزمالك اصلا. نص ملعبنا بقى يا ريت يا كابتن معتمد احمد ربيع ما يبداش، انت دلوقتي انت اللي عايز تهاجم عشان تجيب، فتلعب بمحمد شحاته، ادم كايد، عبد الله السعيد في نص الملعب، قدام خوان بزيرا هنا، شيكو بنزا على الشمال، قدام عماد الدباغ، ناصر منسي ما شافوش في الملعب، وده اللي يفضل موجود مهاجم اساسي. فالتشكيل اتحط اهو كابتن معتمد. احنا علينا ايه اهم حاجه؟ علينا احنا نسجل الشوط الاولاني، نطلع شوط اولاني مسجلين اهم حاجه. طب لا قدر الله انت ما سجلتش ما يدخلش فيك جول، لو دخل فيك جول احنا بنتكلم في 3 اجوان، محتاج 3 علشان تكسب. 2-1 مش هتنفع، انت بره، محتاج 3. لو دخل فيك جول لا قدر الله يعني ان شاء الله مش هيحصل. ما جبتش جون في الشوط الاولاني، ما لاقيش اللعيبه يا كابتن معتمد داخل الشوط الثاني متسرعه، كل قراراتها غلط، اللعيبه متعصبه مشدودين،
لازم تهدى معاهم، ده ماتش نهائي. الغلطه بفور بالذات اللي انت محتاج تتعامل معاه نفسيا بجد هو حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد الموضوع يبقى صعب 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 لو حسام غلط لا قدر الله بكره في حاجه. لو حسام غلط ده هتبقى مشكله له هو اصلا ذات نفسه اولا، وبعدين لينا احنا كجمهور. الواد ده هيتدمر من الضغط اللي هيحصل عليه. يا كابتن معتمد حسام عبد المجيد يحتاج تعامل شخصي، تعامل انت قاعد معاه نفسيا كده بتتكلم معاه بس، وما يهمكش ومش عارف قوي تقعد تتكلم معاه. انما كابتن معتمد ما نقعدش نلعب على الكور الطويله بس. الكور الطويله دي حاجه تجلط. احنا بنلعب الكور الطويله يا عالم هي لينا ولا علينا. احنا مش درجه ثانيه، احنا ما بنلعبش في دوري الدرجه الثانيه نلعب الكور الطويله ويلا لا حلق يلا لا. عايزين نبدا الكوره من تحت، وانت عندك بقول لك نص ملعب. لو لعبت بشحاته وادم كاد وعبد الله عندك اثنين حريف الكوره، ادم كاد وعبد الله في نص الملعب، شوف هيطلعوك ازاي من تحت اي ضغط، وشوف البساطه اللي هيعملوها كمان. يا كابتن معتمد بالله عليك نبدا من تحت صح، ونبه على حسام لما جيب في حته البناء من تحت، لان هو ما يلعبليش كرات بينيه، ما يلعبليش ما بين المهاجمين. اديك شفت ماتش الاهلي كانت عامله ازاي. ده رقم واحد. رقم اثنين ان احنا نستغل الفرص. نص فرصه بجول ما عملناش كده هنضيع، ما عملناش كده قسما بالله هنضيع. النص فرصه بجول لازم كده نستغل فرصنا كل الماتش، مش تجي لي 4 5 فرص اجيب منهم جول وهم يجي لهم فرصه واحده في الماتش يجيبوا جول. ساعتها انت مش هتلوم الا نفسك. لعيبه انا عارف، انا مقدر اللي هم داخلين فيه ومقدر ان الدنيا صعبه، بس قدروا الجمهور اللي جاي لكم، قدروا الجمهور اللي التذاكر نزلت على موقع تذكرتي فيه 2 مليون واحد دخلوا في اول نص ساعه يحجزوا. قدروا كده يا جماعه، قدروا عشان الناس دي ما تروحش زعلانه. قدروا وحطوا في نفسكم وجواكم اللي انتوا اصلا كنتوا الاحق بالفوز في ماتش الذهاب. قدروها بينكم وبين نفسكم، والله انتوا اللي تكسبوا الماتش الذهاب اصلا. الناس بتوع اتحاد العاصمه اللاعيبه بيتكلموا يقولوا احنا بنضيع وقت وبتاع، انهم ما كانوش شايفين نفسهم، ما راحوش للجون اصلا. ردوا عليهم في الملعب، ما تردوش كلام، ردوا في الملعب بس وخدوا البطوله وخزقوا عين ادخن واحد. انا والله انا وصلت لمرحله نص ثقه فيكم كبيره، اللي انتوا كلاعيبه بتأدوا اللي عليكم وبتعملوا اللي عليكم ازيد من 100% كمان، وضغطين وبتعملوا وبتروحوا وبتجيبوا ماتش مش سهل. محدش يهيئ يا جدعان اللعيبه دي الماتش سهل، ماتش صعب، ماتش صعب وانت ما انتش ضامنه. بس انا واثق فيكم، انا والله هقولها تاني، اللعيبه دي بعد اللي عملته الموسم ده وفي ظل ان الكل ما كانش مصدق فيهم، انا والله لو خسرت البطولتين هبقى زعلان من جوايا البطولتين، بس والله هبقى فخور بكل واحد فيكم، لان انتوا تستحقوا كده، لان والله انتوا اللي تستحقوا البطولات مش غيركم. والله انتوا قبل الجمهور بعد اللي عملتوه السنه دي، والكابتن معتمد. ان شاء الله ربنا هيكرمنا ونكسب بكره ونكسب الدوري كمان، بس بعيد عن الدوري اهم حاجه بكره ان شاء الله ربنا هيكرمنا والله ونكسب. ان شاء الله هنفرح وهيبقى فرحه كبيره، بعدها نطوي الصفحه دي ونخش على الدوري. بس انتوا خليكم رجاله بس معايا واعملوا اللي عليكم، حتى لو خسرتم والله جمهوركم هيزعل، هيشجعكم كمان زياده وزياده.